السلام عليكم. بدأت عندنا الرطوبة في الكويت. الرطوبة في الكويت سلمكم الله تبدأ من 11 أغسطس إلى 23. يوم جاءت الرطوبة وتذكر زيارتي إلى عدن في اليمن. أنا زرت اليمن في 2010 شهر 6. أول ما زرت صنعاء براد وأجواء لطيفة، وفي الليل يلحقنا برد بعد. يوم انتهينا من محاضراتنا العلمية والدعوية سافرت على الطيارة إلى عدن 1:03 تقريبا، وجنبي شايب من اليمن. يوم وصلنا عدن وهي ساحلية وفتحوا بوابة الطيارة وتلفحنا رطوبة مدخنة. فقلت أنا فقدنا برد صنعاء وجينا رطوبة. قال الشايب اللي جنبي يا ولدي حما عدن ولا برد صنعاء، يقول رطوبة صنعاء عدن خير لنا من برد صنعاء. قلت ليه؟ قال كل علة أبوها البرد، يقول البرد هو أبو الأمراض أبو الأوجاع. المهم أني والفت هذا البلد الجميل العظيم بأهله وش أقول، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم قبلي في البخاري مسلم، قال جاءكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يمان، هم أهل الإيمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان حتى فيهم العلم، والحكمة يمانية. الحكمة هم فيهم الحكمة إيش معنى الحكيم؟ هو الذي يعني يحجبه عقله عن الطيش، فهو حليم متأني. وهذا والله أنك تراها في أهل اليمن صفة تكاد تكون في أغلبهم. من الأمور اللي والله ساءتني في اليمن شدة الفقر. هذا قبل الثورة في 2011 الناس في فقر وعوز. وجدت ناس من أفاضل أهل اليمن علماء ويشتغلون، اللي خباز واللي يشتغل بنشري وبعضهم والله أنه يحمل بين جنبيه علما عظيما ورفعهم الله بشهادات عالية، لكن الفقر نسأل الله أن يبدلهم حالا خيرا من حالهم. واليوم الفقر اشتد وملايين تحت خط الفقر، وينبغي على الجمعية الخيرية أن تولي اليمن اهتماما. أنا لا شك أنه مصائب المسلمين مناكبهم كثيرة، الله يفرج عنهم ويرفع ما ألم بهم منهم اسم العلي، لكن اليمن في فقر شديد وأحوالهم أحوال يفتقدون إلى مقومات الحياة اليسيرة من الماء أو الدواء أو الغذاء. الله يولي عليهم خيارهم ويجعل حالهم إلى أحسن وخير، إنه السميع العليم.